السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خاوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ديرونا جيم للفيديو تشجيعا، باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خاوتي، عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. أعرب سفير جمهورية كوريا في الجزائر يوكي جون عن تفاؤل بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة بين البلدين، وبخصوص إمكانية عودة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في صناعة السيارات إلى الجزائر. قال الدبلوماسي الكوري إن هذه الشركات ستعود بلا شك إلى الجزائر. وفي مداخلة له خلال ندوة حول تطور الاقتصاد الكوري وآفاق الشراكة الاقتصادية المعززة مع الجزائر المنظمة من طرف المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، أشار السفير إلى أن المستقبل بين الجزائر وجمهورية كوريا يبشر بآفاق واعدة. وفي هذا السياق قرر العملاق الكوري لصناعة السيارات هيونداي العودة مجددا إلى الجزائر من خلال إنشاء مصنع عالمي يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا، وسيكون بوابة لتصدير سيارات هيونداي إلى مختلف الدول المجاورة. وفي هذا السياق استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون يوم 8 يوليو الماضي وفداً يضم كبار مسؤولي شركة هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية لعرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هيونداي في الجزائر. وأعلنت وزارة الصناعة سابقاً في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه خلال هذا اللقاء استمع السيد الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة هيونداي السيد طارق مصعب، حيث أكد أن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة. وأضاف البيان كبداية أعرب مسؤول الشركة عن استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أن تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بإنتاج سيارة كهربائية. وبخصوص اختيار الأرضية فقد أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن، والإسراع في تجسيد هذا المشروع